اهم فيديو لازم تشوفه في السنه كلها. خلينا نخش في الموضوع على طول. ازاي ان انت تقدر تتعامل مع ورقه الامتحان اثناء اللجنه، لان دي الساعه او الساعتين او الثلاث ساعات اللي هي بتحدد مجهودك في الماده دي اللي انت بذلته فيها او مجهودك طرف السنه. انت متخيل؟ يبقى ساعتين محدده مجهودك طرف السنه، وهتشوف انت هتجيب فيها ولا لا. انا مش بخوفك خالص، بس انا بقول لك ان هي اهميه الساعتين دول، ولازم ان انت تبقى محضر ليهم وتبقى جاهز نفسيا وعقليا وذهنيا، وبقى جاهز من كل الاحتمالات اللي انت تتعرض لها في اللجنه. فاول حاجه انت عشان تبقى جاهز في الساعتين دول، لازم تبقى اليوم اللي قبل يوم الامتحان لازم يبقى شكله عامل ازاي. اليوم اللي قبل انت عامل ازاي عشان اقول لك هتأدي في الامتحان ولا لا. اما ما بقولكش اللي انت تخاف او اللي انت اعمل ايه ومش هعمل ايه، هقول لك على كل حاجه دلوقتي. مبدئيا ان انت في اليوم اللي قبلها انت بالليل بتهيأ نفسك اللي انا خلاص انا براجع على المعلومات الاساسيه او المعلومات التي لا يخلو عنها الامتحان. بالليل ما بحاولش ان انا ارهق ذهني ونفسي في ان انا احفظ القن نفسي من جديد واعمل نفسي من جديد. الكلام ده بيبقى خاص لثانويه عامه او للمدارس. اما الجامعات لا، ده لهم حوار تاني خالص. ولكن انا بقدر اللي اني بالليل اتخيل نفسي، لازم كده اتخيل نفسي اللي اني بكره بأدي كويس جدا في الامتحان. ده بيهدي عندك نفسيتك بشكل مرعب، بشكل مرعب. اللي انت لما بكره كده، ايوه انا بتخيل نفسي ان انا قاعد في اللجنه بحل كويس مبسوط، ايوه وانا بحل كمان مبسوط. ده بيدي لك الانطباع اللي انت هادي قالمه، مفيش اي حاجه، الدنيا مش مستاهله الحجم اللي احنا عاطينه ده كله. تمام؟ فانت تهدى خالص اليوم اللي قبليها، تهدى، تصلي، تظبط نفسك، تظبط ادواتك، الحاجات كل حاجه انت تحتاجها بكره انت تظبطها. وعاوزك تهدى خالص طالما انت مذاكر، عامل اللي عليك انت خالص. حتى لو انت بدأت متأخر برضو انت عملت اللي عليك في المدة القصيرة دي، فعايزك تبقى تهدى خالص جدا. وانت رايح الامتحان عرفت ان انت تراجع على حاجات بسيطة عادي جدا. ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا قامت الساعة وفاد احدكم فسيلة فليغرسها. فانت صحيت قبل الامتحان الصبح مثلا، صليت الفجر وقعدت تذاكر عادي، ما بقولكش انت ما تذاكرش، تذاكر وتراجع المعلومات قدر ما استطعت، ولكن وانت هادي. الحته كلها، المشكله كلها في نفسيتك، في هدوءك، في تعاملك مع الامتحان. طرف ما انت هادي خلاص الدنيا سهله جدا. احنا بنشوف حالات اغماء، ناس دماغها بتصدع، ناس بيغمى عليها حرفيا. انا في اللجنه بتاعتي في الثانويه العامه ناس زميلي اغمى عليه ومدوا له الامتحان بعد الوقت الاصلي. وطبعا يعني المراقبين كانوا مش راضيين، وكانت دوشه كبيره جدا. انت لو ما قدرتش اللي انت تسيطر على نفسك في الوقت ده، وان انت تبقى متحكم في مشاعرك ومتحكم في هدوءك ونفسيتك، انت الامتحان طار منك. في ناس كتيرة وانا وانت عارفين كويس جدا اللي هي مذاكرة كويس جدا، شاطرة جدا، ولكن تعاملها في اللجنة مع الورقة في الامتحان بيختلف. وده بيأثر على النتيجة، مع انه يبقى مذاكر كويس جدا وفي الامتحان وقاعد في البيت يحل لك الامتحانات كده ويجيب فيها درجات فول مارك ويجيب فيها درجات كويسة، ويجي في الامتحان الظروف بتختل بيه. فانا عاوزك ان انت قبل الامتحان بيوم ابقى هادي. قبل ما انام اتخيل نفسي ان انا بحل في اللجنه هادي جدا. اصحى بقى متوكل على ربنا، اقرا اذكار الصباح والمساء بتاعتي، اروح الامتحان اذكر ربنا وانا ماشي في الطريق، ابقى هادي. اخش اللجنه بتاعتي، تقرا بقى المعوذتين، تقرا ايه الكرسي، تقرا الاذكار بتاعتك، تقرا الدعاء بتاعك اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، تقرا الاذكار بتاعتك وتهيئ كده الطاقه حواليك اللي انت يبقى ايه ربنا يفتح عليك في الامتحان ويفتح عليك في اللجنه ان شاء الله باذن الله. فانت اللعبه كلها الهدوء النفسي. ويا سلام بقى لو انت مدرب نفسك قبل الامتحان الحقيقي في البيت، اللي انت مثلا تبقى عامل حساب الوقت اللي انت دوشه حواليك ده بقى عارف تسيطر عليها. في حاجات كتيره، في عوامل كتيره جدا اللي انت تتدرب عليها تبقى هي طبعا مش هتبقى بنفس المود او بنفس الضغط والحاله اللي هي في الامتحان، ولكن انت حاول ان انت بتقرب منها. وصدقني في ناس كتيره جدا ايوه هي بتذاكر وفاهمه المنهج بيتكلم عن ايه، وتقعد في الامتحان يعني هي مش عليها الضغط، مش عليها الضغط قوي، فبتحل باريحيه، بتحل ودماغها شغال، بتعرف تفكر. يعني في مسائل بتعرف تفكر. احنا ساعات يا جماعه في اللجنه بنشوف يعني مثلا لما مثلا حصلت معايا لما تيجي تضرب مثلا 2 في 3،
هتنام في 3 ب6. انا كنت بكتبها 5 ساعات، بكتب الاجابه مكان اجابه. واحنا بالذات في الثانويه العامه البابل شيت، يعني البابل شيت لو انت مش مركز، فانت ممكن تعلم تظلل مكان سؤال تاني. دي مشكله وكارثه يعني. انت لو عملت تظليل مكان واحده تانية، وممكن انت بقى تفضل تظلل كده وماشي بنفس الخطوات دي كلها وانت سايب واحده. يعني انت مثلا بدل ما كنت جايب في السؤال الثاني باء، تمام، رحت عامل بقى دي في الثالث، وانت كده مفكر دي اجابه الثاني، والثالث برضو كذا عملتها في الرابع، وجبت الرابع عملتها في السؤال المكان الخامس، وانت ماشي كده ممكن تخلص الورقه وانت بنفس المنطق ده كله. يعني دي كارثه كبيره جدا. لازم انت تبقى مركز. عشان تركز بقى لازم تنام كويس. انت قبل الامتحان لازم تنام كويس، من 6 ل 8 ساعات تنام، تبقى هادي، تصحى الصبح تاخد الدش بتاعك، ترش البرفيوم بتاعك، بقى رايح الامتحان هادي متفائل، وتعرف تحل ان شاء الله باذن الله في اللجنه. ده فيديو سريع جدا، ان شاء الله على القناه هينزل ازاي انت تتعامل مع السؤال اللي انت مش عارفه، تعمل ايه لو سؤال وقع معاك في اللجنه وانت مش عارفه، مش عارف تستذكر وتسترجع معلومات، برضو هنقول لك على الحاجات دي كلها. ولكن الفيديو اللي حابب انا اقول لك ان انت تبقى حاله نفسيه كويسه، تبقى مطمئن. صدقني اللي انت بقى تبقى في ضغط، اللي انت تبقى في توتر، الحاجات دي مش هتبقى كويسه جدا لعقلك، عشان عقلك ما بيشتغلش وما بيفكرش وهو متوتر وانت مضغوط، وانت مودك مش تمام، مش نايم كويس، مش مركز. فعقلك ده لو عرفت هو بيشتغل ازاي هتقدر ان انت تتعامل معاه بصورة كويسة جدا. الخلاصة جدا بتاع الفيديو، اللي انت عندك امتحان لازم تبقى متدرب على اللجنة، مثلا في البيت او عند المدرس او السناتر بيوفرها لك، دي كويس جدا بالنسبة للثانوية عامة. انت قبل الامتحان انا بروح هادي، العلاقة كلها في نفسيتك، انا بقى رايح هادي، عارف ايوه انا اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، بقى رايح هادي متخيل نفسي اللي انا بحل كويس جدا. اصحى الصبح، اذكاري والقران بتاعي، واصلي واروح الامتحان، وربنا يوفقنا ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق للجميع، ربنا يحقق لكم كل احلامكم، ويحقق لكم الاحلام اللي انتوا توصلوا لها ان شاء الله باذن الله، ويكبر بخاطركم دايما. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، وتشترك في القناه عشان الفيديوهات اللي جايه اعرفك ازاي تتعامل مع السؤال صعب، نسيت حاجه تتعامل معها ازاي، وحاجات تانية كتير. ما تنساش تعمل فولو. سلام.